السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناة همسة هادئة. البنات اللي يلاه كيشوفوا الفيديو ديالي مرحبا بكم حتى نتوما. ما تنساوش تابوناو في القناة باش ديما يوصلكم الجديد، وما تنساوش لايك وبارطاج الفيديو وشي تعليق زوين بحالكم. اليوم بغيت نهضر معكم على واحد الحاجه مهمه اللي يمكن بزاف منا عايشينها، ولكن بعض المرات ما كنعطيوهاش الاسم ديالها الحقيقي. اي اختي، بزاف منا كتكون عارفه راسها شنو خصها دير، كتكوني عارفه راسك خصك تهتمي براسك مثلا، ولا خصك تسالي شي خدمه، ولا خصك تبداي شي حاجه جديده. يمكن حتى عندك شي حلم ولا شي هدف باغا توصلي ليه، ولا مثلا غير باغا تخملي شي حاجه في الدار، ولكن كتبقاي تقولي من بعد غادي نبدا. دابا ما عنديش النفس ولا ما عنديش الطاقه ولا ما عنديش جهد، خلي حتى نكون مرتاحه شي شويه. وكيجي غدا وكتعاودي نفس الهضره، ومن بعد كيدوز اسبوع، ويمكن حتى شهر، ويمكن حتى عام، وانت باقا كتقولي غدا غادي ندير، غدا غادي نصيب. وهنا المشكل ماشي انك ما عندكيش الوقت، وماشي حتى ما عندكيش القدره ولا الطاقه، ولكن كاين واحد الاحساس كيشدك من بلاصتك، كيخليك باغا ديري الحاجه ولكن ما كتقدريش تبداي. وهذا الشيء اللي بغيت نهضر عليه اليوم، العجز اللي كيجي بصمت، ما كيديرش الضجيج، ما كيجيش وكيدق عليك الباب ويقول لك انا جيت، غير كيبدا بشويه بشويه. كتولي كتاجلي، كتولي كتخلي الحوايج اللي صغيره كيتجمعوا عليك، ومن بعد كتفيقي واحد النهار وكتقولي فين مشى الوقت. يمكن شي وحده كتسمعني دابا وتقول لك انا ما كنجلش ولكن راني عيانه، ويمكن فعلا تكون عيانه. وهنا خصنا نفرقوا بين ان الانسان يكون عيان حقيقه، وبين انك وليتي متعوده تاجلي كل حاجه حتى كتولي ثقيله عليك. مثلا انا نعطيك مثال اللي بسيط. في الصباح ملي كتفيقي كتكوني عارفه راسك باللي راه مثلا واحد البيت عندك مرون باغا تنظميه، كتقولي مع راسك من بعد الفطور غادي نرتبو. من بعد الفطور شنو كتقولي؟ نخليه حتى نكمل شي حاجه وعاد نرجع ليه. ومن بعد كتجيك حاجه واحده اخرى، وفي العشيه كتلقاي باللي داك البيت باقا كما هو، وكتولي تقولي صافي خليه حتى الغدا. هنا ماشي المشكل حيت ما رتبتيش الغرفه، ولكن ملي كتكون نفس الطريقه في كل شيء، كل شيء كيولي كيتراكم عليك، وحتى راسك كتولي حاسه براسك مضغوطه. والغريب في هذا الشيء كامل هو ان الحاجه تقدر تاخذ منك 10 دقائق ولا 20 دقيقه، من بعد كتولي كتحتاج منك طاقه كبيره باش تبداي فيها. علاش؟ حيت العقل ديالك كيولي يشوفها كانها بحال شي جبل، وكتقولي واو خصني ندير هادي وهادي وهادي، فكتحسي براسك ما قادراش تبداي. وهنا بغيت نعطيك واحد الفكره بسيطه بزاف، تفكريش في كل شيء، فكري غير في البدايه. يعني الا كانت عندك مثلا الدار كامله مرونه، ما تفكريش في الدار كامله، فكري غير في باش شنو غادي تبداي. الا بغيتي تبداي شي مشروع ما تقوليش خصني نوجد كلشي ونخطط لكلشي، قولي غادي نكتب شنو بغيت ندير. وحتى الا كنتي كتقراي وكنتي باغا توجدي شي امتحان مثلا وكتقولي واو شنو تابعني واش انا غنقرا هادشي كامل، لا ما تفكريش بحال هكا، قولي غادي نبدا ولو 10 دقائق نقرا غير شويه. حيت بعض المرات المشكل ماشي في الخدمه اللي تابعانا، المشكل في الحجم اللي كنشوفوا به الخدمه قبل ما نبداوها. وهذا الشيء كيوقع حتى في الحياه ديالنا، كنبقاو نتسناو حتى يجي داك النهار اللي نكونوا فيه عندنا النفس اننا نقدروا نديروا ديك الحاجه. كنقولوا ملي نرتاح غادي نبدا، ملي نكون مرتاحه نفسيا غادي نبدا، ملي يكون عندي الوقت غادي نبدا. ولكن الحقيقه ماشي دائما غادي يجي داك النهار المثالي ولا داك الوقت المثالي. يمكن خصك تبداي وانت مازال ما عندكش النفس كامله، ماشي بالقوه ولكن بخطوه صغيره. مثلا الا كنتي باغا تنظمي حياتك، ما تحاوليش تبداي كلشي دقه واحده في نهار واحد، بداي بحاجه بسيطه، حاجه وحده. نوضي الصباح حاولي انك ما تبدايش تشدي التليفون على الدقه الاولى، غير تفيقي تشدي التليفون. رتبي بلاصه اللي كتنعسي فيها، حاولي تفتحي السراج باش يعطيوك الطاقه الايجابيه، ولا اضطريتي اصلا تشدي شي كتاب وتكتبي فيه شنو هي الحاجه المهمه اللي خصك ديري هذا النهار. حاولي حاجه وحده الا ساليتيها راه مزيان، ماشي تفكري في 10 دقة وحدة وفي التالي ما ديري حتى شي وحدة فيهم، غير حاجة ولا جوج مهمين. حيت راه العقل ديالنا اون فوا كتسالي غير حاجة وحدة كيجيك واحد الاحساس انك قادرة تكملي، انك قادرة ديري، فهمتي؟ اما اللي فكرتي فيهم كاملين دقة وحدة، العقل ديالك غادي يحبس وما غديري حتى شي وحدة فيهم. بدي غير بحاجة وحدة، قولي انا هاد النهار غنصيب هاد الحاجة، اون فوا غتساليها غتبان لك حاجة وحدة اخرى، حيت ولا عندك الاحساس انك قادرة ديري.
وهنا كتبدا عندك الحركة، حيت العجز ولا الكسل كيكبر ملي كنبقاو واقفين، والحركة حتى إلا كانت صغيرة كتقدر ترجع لينا الإحساس بالقدرة، أنا قادر ندير. وكاينة حاجة أخرى هي أنك كتبقاي تقارني البداية ديالك مع النهاية ديال شخص واحد آخر، يعني كتشوفي مثلًا كنتِ ديري شي مشروع ولا شي حاجة كتشوفيه هو فين وصل وأنتِ يلاه بادية وكتبداي تقارني راسك معاه، ما يمكنش. ولا مثلًا كتشوفي وحدة دارها مرتبة منظمة فيها كلشي، أنتِ يلاه بادية، أنتِ يلاه خديتي واحد الخطوة باش تبداي، ميمكنش أنتِ النهار اللي غتبداي فيه غتبان لك ديك الدار هكا كاملة منظمة كلشي فيها هو هداك، ما عمركِ تقارني البداية ديالك مع النهاية ديال واحد آخر. المهم كاين بزاف المقارنات، كتشوفي وحدة كتفيق بكري، كتشوفي وحدة كتعتني براسها، هي راه ماشي غير جات وفاقت بكري، يعني يقدر حتى هي واحد النهار راه ما كانتش كتفيق بكري، يقدر حتى هي واحد النهار ما كانتش منظمة، يقدر ما كانش عندها مشروع، يقدر بزاف الحوايج ما كانوش عندها، ولكن ما وقفاتش، بدات وكملات، ماشي بدات وحبسات. لهذا اختي ما تقارنيش حياتك، ركزي غير مع داكشي اللي تقدري ديريه نتي. وحاجة أخرى اللي نبغي نقول لك، ما تفكريش في الكمال، ما تقوليش الا ما قدرتش نديرها مزيان صافي بلا ما نديرها، وهذه راه من أكبر الحوايج اللي كتخلينا نبقاو في بلاصتنا. المهم أنا نعطيكم مثال على حساب الدار وانتم طبقوه في جميع الحوايج. كتقولي خصني نديرها كاملة، يعني كل نهار نصيبها نردها زوينة، ومن بعد كتكوني عيانة وكتقولي خليها حتى تكون عندي الطاقة، ولكن علاش ما تسرطبيش غير جزء صغير، ديري غير اللي تقدري عليه ولو حتى 30% احسن من انك ما ديري حتى شي حاجة. يعني خطوة صغيرة احسن من انك تبقاي كتسني الظروف تجي عندك، عمر الظروف كتجي لعندنا. ونفس الشيء بانك باغا تهتمي براسك، ما تسنيش انك تاخدي نهار كامل وتقولي لا خصني نهار كامل ما كتلقايش داك النهار صافي كتبقاي تاجلي، لا ولو غير جزء، ولو غير 15 دقيقة كل نهار نهتم بها في راسي، نخرج ولا المهم الاهتمام بالنفس بصفة عامة، حيت ملي كتبقاي تاجلي ما انت اهتميتي ما انت خديتي نهار كامل. يعني الحاجه اللي كنفكروا فيها من الاحسن نبداوها بلا ما ناجلوا ونقولوا خلي حتى تيتقادوا الظروف ولا حتى تكون عندي الطاقه ولا حتى نكون مزيانه. ودابا بغيت نقول لك واحد الحاجه اللي يمكن تبدل لك الطريقه اللي كتشوفي بها نهارك. ما تسوليش راسك واش عندي النفس انني ولا عندي الطاقه باش انني نديرها، سولي شنو هي اصغر حاجه نقدر نديرها دابا، حيت الا بقينا كنتسناو النفس يمكن نضيعوا وقت بزاف. ولكن ملي كتقولي ولو 5 دقائق كتلقاي راسك بديتي، من بعد يمكن تكملي كاع وتقدري ما تكمليش، راه عادي، المهم انك تحركتي. وكاين فرق كبير بين وحده كتقول انا ما نقدرش ووحده كتقول دابا ما قدرتش، ولكن غادي نحاول بشويه بشويه. الجمله الثانيه فيها امل، فيها حركه، فيها باب محلول. وما بغيتش منك من بعد هذا الفيديو تمشي وتقلبي حياتك كامله، لا، بغيتك غير تختاري حاجه وحده كنتي كتاجليها، حاجه بسيطه ماشي اكبر مشكل عندك، مثلا شي بلاصه باغا تنظفيها في الدار، مثلا شي ورقه خصك تساليها، شي حاجه كنتي باغا تبدايها، ولا حتى غير انك تنظمي نهارك. وخديها كانها تجربه وقولي اليوم غادي ندير هذه الخطوه، ومن بعد غادي تشوفي الاحساس ديالك. يمكن تكتشفي ان اصعب حاجه ما كانتش الخدمه، كانت غير البدايه. والحاجه الاخيره اللي بغي نقول لك اختي، الا كنتي عايشه في واحد الفتره اللي حاسه فيها براسك ما عندكش طاقه لاي حاجه وما بقاتش عندك الرغبه في الامور اللي كنتي كتفرحي بها، ما تلوميش راسك وما تختزليش كلشي في ان هادشي راه كسل. بعض المرات الانسان كيحتاج يرتاح، ومرات كيحتاج يهضر مع شي حد كيتيق فيه، وبعض المرات كيحتاج يعاود يرتب حياته من الصفر غير بشويه. كوني رحيمه مع راسك، ولكن في نفس الوقت ما تخليش كلمه ما نقدرش تولي حكم نهائي على حياتك. يمكن اليوم ما قدرتيش، ولكن غدا تقدري ديري خطوه ولو صغيره، وهاد الخطوه الصغيره الا عاودتيها مره ومره ومره يمكن تبدل بزاف ديال الحوايج. لهذا ما تسنيش حتى تولي عندك الطاقه الكامله، بداي بالقليل، ما تسنيش حتى يكون نهارك مثالي، خدمي باللي عندك، ما تسنيش حتى تولي مستعده 100%. يمكن الاستعداد الحقيقي يجي من بعد ما تبداي. كتبي لي في التعليق شنو هي الحاجه اللي كتقول عليها ديما غادي نبداها، يمكن الا كتبتي هذه الجمله تكون هي اول خطوه للبدايه ديالك. واذا عجبك اختي هذا النوع من المواضيع ما تنسايش تشتركي في قناتي همسه هادئه، حيت هنا ما بغيناش نعقدوا الحياه، بغينا غير نهضروا عليها بكل بساطه ونلقاو فيها شي شويه ديال الهدوء وشويه ديال الحلول. نتلاقاو في فيديو جديد.
بهمسة جديدة. تهلاي في راسك.